الترجي الرياضي التونسي رسميا ممنوع من الانتداب بعد التحيين الأخير اللي صدر اليوم من الفيفا بسبب عدم خلاص مستحقات اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي شرارة، اللي يطالب بزوز مليارات تونسية كأجور وكمتخلدات بالذمة لفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. السلام عليكم. اكبر معضله في الترجي الذي التونسي تويكا نشوف فيها انا انه الترجي ما يملكش مهاجم احتياطي لرودريغو رودريغيز، او عنده مهاجم ينجم يكون في الصيغه الفنيه والا في الكاليتي تكنيك نتاع لاتاكون يكون في قيمه رودريغو ولا خير من رودريغو. نعرفوا رودريغو انه عمل بدايه موسم سيئه، زوز اصابات براتيكمون في شهر، ما مركاش في دوري ابطال افريقيا، كيف زاد في الدوري التونسي مسجل زوز اهداف ضد العمران. كنت ديما نحكي في الفيديو نتاعي على انه الترجي مطالب انه ينتدب مهاجم يكون خير من رودريغو، مش كيف رودريغو ولا اقل مستوى، خاطر كان باش تجيب اقل مستوى عاد عمل على كيبا سوي والا رجع العبدلي للساحه. لكن المطالبه تويكا من جمهور الترجي ومني انا شخصيا انه الترجي ينتدب مهاجم يكون قناص، يكون في الفينيش موجود، خاطر الترجي نشوفوا تويكا عندها زوز ولا ثلاثه ماتشوات ماهيش تلعب مهاجم صريح، تلعب بالبليلي وتلعب موكوينا وتلعب بيانساس. دونك لازم تندب مهاجم، خاصة انه باش ندخلوا تويكا في الترونش الثانية من الشامبيونز ليج، والترونش هذه معروفة عبارة ماتشوات كوب، يعني اللي يخسر يروح ذهاب واياب، وكيف زاد المنعرج الاخير نتاع البطولة. عندك زاد السوبر نتاع الملعب التونسي، والسوبر تحدد الموعد نتاعو نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي دخل في مفاوضات رسمية مع محمد ساليو بانغورا، مهاجم حاف يكون هكا. المهاجم هذايا قيمته التسويقية 150 ألف يورو، لاعب عمره 20 سنة، ينشط في الفريق هذايا. عمناول كانت عنده 26 مساهمة تهديفية، منها 16 هدف و10 أسيس. كي نغزروا لي شيفر هذوما نعرفوا انه المهاجم هذايا عنده ما يقول في روحه، مهاجم في العمر هذايا تحب عليه الترجي التونسي. حتى في عرض رسمي مؤكد، زاد فما عرض رسمي للمهاجم هذايا بعد ان سقطت الصفقه بين المهاجم هذايا وبين اداره النادي الافريقي اللي دخل زاد هو في الصفقه هذيا، لكن ما كلتش بالنجاح. الترجي دخل في الصفقه هذيا، نعرفوا الملاعب هذايا تحت ال 21 سنه ما يدخلش في طائله الاجانب. مشكلة الهجوم في الترجي مشكلة كبيرة، نشوفوا في السنوات الأخيرة إنه فما برشا مهاجمين دخلوا للترجي التونسي لكن بدون إقناع. ما لقيناش البروفيل متاع مايكل إيرامو ويانيك إنياغ، النوعية متاع المهاجمين هذه اللي تلعب الظهر وتكون مهاجم صندوق وستاسيون يتركزوا عليه المهاجمين اللاعبين الكل اللي يجيو من الخلف، ما عادش موجود، ولات بقلة قليل. والا نقولوا نحن انها ما عادش باش تكون في افريقيا، خاطر نعرفوا انه الاكاديميات في افريقيا واللي سونتر دو فورماسيون تاع الجمعيات الكبيره في العالم ولا تويكا متركزه في افريقيا، تاخذ الحاجه البيئه، تاخذ الممو صغير تكونوا تعمل له فورماسيون وتلانسيه من بعد في احسن الفرق في العالم. الترجي مطالب انه ينتدب مهاجم باش يكون المهاجم رقم واحد في الترجي. حكيتها مرار وتكرار انه رودريغو رودريغيز الموسم هذا ما ناس باش نراو منه حاجه كبيره بارابور الموسم الفارط، يعني حتى ولو تألق الموسم الفارط في الدوري التونسي، لكن رودريغو رودريغيز يبقى انه ما سجلش في الشامبيونز ليغ، عملوا حتى سنه ما سجلش في رابطه الابطال الافريقيه. شفنا الروتار نتاعو هو اللي خلى الشيء هذا يصير معاه، خاطر كي تدخل البريباراسيون بعد شهر ونص وانت غايب على التمارين وكل مرة تطلع بحجة ومريضة وعندي أسباب عائلية، كيد هذا الكل راه باش يرجع الروندمون متاعك باش يولي نيجاتيف. وانت في حد ذاتك كي رجعت حتى بعد شهر ونص هذاك عملوا لك بريباراسيون فورسيك ولازمك تخلط بأي وسيله، دونك هذيك باش ترجع لك بالسلب من بعد، ماكش باش تكون في الميزو بوان نتاعك، ولازمك تكون تعمل ميزه جور صحيح وتحافظ على روحك بالكدا وتترينا اكثر من اصحابك باش تكون خالط عليهم. وهذا اللي صار، واكيد هذا الكل باش يرجع بالبليسيور. انا شفنا مرتين تضرب في نفس البلاصه، يعني في اقل من شهر ونص يتضرب لك رودريغو المهاجم نتاعك وما تلقاش البديل نتاعو، وما تنجمش تعول على زوز ملاعبيه كيما بالعبدلي ولا كيما بسوي، خاطر ماهمش في النيفو نتاعو هو، والا ما تنجمش تعمل عليهم في المقابلات هذوم. على ذلك الترجي رجعت اشرف الجبري من ترجي جرجيس
وانا نشوفه مازال المدرب ريجي كامب يلعب بفوا تاكون، يعني البلالي ينجم يلعب لك في الاتاك كما هو يمهد كما يلعب لك ديز. دونك الترجي ديما تلقاه ربحه ملاعبي على حساب مهاجم. علاش؟ خاطر ما عندكش مهاجم يعوض يكون في البلاصه هذيك ملاها ينجم يجيب لك بونت من 4 فرص. لكن الملاعب هذا كان تحط عليه بالحق الترجي الباكو وتجيبه راه بالرسمي افار كبير، ملاعب صغير قيمته التسويقيه ماهيش عاليه برشا، وممتو عنده حاسه تهديفيه ممتازه. نجموا تدخلوا اليوتيوب وتحطوا محمد ساليو باكورا تو تشوفوا الفيديو نتاعو بالرسمي ملاعبي امبيكابل. على خاطر كي يكون ملاعبي صغير في العمر ويكون بالطريقه هذيك ويكون عنده الحس التهديفي ويعرف يبلاسي روحه ويعرف كيفاش ياخذ الكره في الظهر وميمتو يشارك في الهجمه، يعني ما بقاش يستنى هو في الكرة حتى اللي تجي. في بضع الحالات يخرج ياخو يلعب الكرة يخدم لين دو يجذب المنافسين ليه والمدافعين يحل لاصحابه يعمل الاسباس وهكاك يماركي. راه مش بالسهل توصل تماركي 16 هدف وتعمل 10 اسيستوات وتكون مساهم في ثالث موسم كامل في 26 مساهمة هدفية. قلت البارح بركة لعب مقابلة سجل فيها 4 أهداف. صحيح المنافس موش كبير اللي لعبوله لكنه يبقى سجل 4 أهداف، يعني مش بالزهر جات ولا بالصدفة. أكيد فما خدمة باش السيد هذا يكون بيتور، باش يكون يحط كرة في الشبكة. صحيح الخدمة باش يماركي، لكن فما سيستم متاع جو معين وصلت له الكرة، واكيد فما صنعة متاع ملاعبي، فما صنعة متاع تاكون يعرف كيفاه يحط الكرة متاعه، يعرف كيفاش يجيب المنافس، يعرف كيفاه يبلاسي روح. بالنسبه لي انا ان شاء الله يكون الترجي موفق في الانتداب هذا. صحيح برشا ناس باش يقولوا ماهوش ملاعب كبير، لكن نفكر الناس انه مايكل رامو كي جا للترجي ماهوش ملاعب كبير ونجح. كيف يعني كنياك كي جا للترجي في تونسي مش ملاعب كبير ونجح. كيف جا جوليوس اغاوا ماهوش ملاعب كبير ونجح، لكنه كان يلعب في المنتخب نتاع نيجيريا. يعني الامثله هذيا لي روبير اللي موجودين واللي تعداو على الترجي التونسي يعني تبقى في التاريخ، خليت اسمه. صحيح فما منهم اللي تعدى بصعوبات كيما مايكل رامو جا للترجي ما نجحش، مشى للجزائر جا بيتور رجع، ووقتها بدات الاسطوره نتاع مايكل رامو تتكتب في تاريخ الترجي التونسي. لكن هذا الكل ما يمنعش انه الترجي التونسي لو وفق في الصفقه ذي تسمى صفقه ممتازه جدا نظرا للقيمه الفنيه نتاع الملاعبي، وخاصه انه الملاعبي ذا عنده بنيه جسمانيه ممتازه جدا وممتون تكنيكمون قوي في ساقيه، يعمل دريبل يونشاني تلقاه ملاعبي بينتري يشوت، يعمل يعني اهدافه متنوعه مش بالراس بركه ولا بالسياق. يعني نشوفوا الستيل نتاع الاهداف نتاعو ملاعب يطلب برشا ويلعب ساقيه برشا ويتحرك ياسر، مش الملاعب اكستاسيون بركه اللي يكون في 18 متر وباقي غاديك يستنى في الكره، يلعب مع اصحابه ويخرج عنده اللي جيست تكنيكي يموه يلعب بلاش كوره. هذاك البروفيل نتاع الملاعبي اللي نجم يكون ينجح مع الترجي التونسي، خاصه مع الترسانه الموجوده كيما موكوينا كيما ينساس ويوسف البلالي. وفي نفس الشيء زاد نحكيو على ابو بكر دياكيتي اللي حكينا عليه في فيديو سابق انه قريب من الامضاء في الترجي التونسي. الملاعبي نجح في الفحوصات الطبيه الكل، لكن مازال الامضاء ماهوش موجود الى حد الان، واكيد في الساعات القليله القادمه باش يكون الانتداب هذا قادم في الترجي التونسي. كيما حكينا نرجع شويه هستوريك التالي انه الترجي قاعد يخدم على الملاعبيه الصغار المواهب اللي موجوده في افريقيا. اكيد المواهب هذه لازمها ملاعبيه كبار يكونوا في اللونكادرومون في اللعب في كل شيء باش يوجهوا الناس هذوما. واكيد راهو كان مش تجيب ملاعبي راهو باش تخليه على البنك ولا باش تخليه على الدكه ما يلعبش. الترجي مطالب انه يخلص 2 مليارات شرارة. نرجعوا للانتدابات والانتدابات الفاشلة اللي لحقت بالضرر على الترجي التونسي وخلت الترجي تصرف برشا فلوس. وانا نشوفوا في شرارة واحد منهم شرارة ما عطاه شيء للترجي، جاء مضروب داوته الترجي خلص على الترجي كيف ما عطاه حد شيء وما هز حد شيء مع الترجي. ان شاء الله الاداره تتعلم من التجارب السابقه نتاع الانتدابات وتكون فما اداره فنيه ومدير فني اللي طالب به ديما اداره فنيه مدير فني يكون موجود ومشرف على الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي. غلطه اخرى من اداره الترجي باش تكلفها 2 مليارات للشراره اللي جاء مضروب وخرج من الترجي ببرشا فلوس. نتقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.